في 3 طرق ان انا ادخل بيهم المشروع بتاعي. ايه ال3 طرق دول؟ اول حاجه اسمه الاختراق، وده اضعفهم. ايه الاختراق ده؟ ان انا دلوقتي انا عايز افتح محل فول وطعميه، والشارع بتاعي فيه 3 محلات فول وطعميه، هفتح رابع جنبهم، ما عنديش حل تاني. خلاص انا ما عنديش كرياتيفيتي، ما عنديش اي حاجه، هفتح رابع جنبهم. اللي بيحصل ايه؟ باكل من سوقهم وهو بياكل من سوقي، فنبتدي ان احنا نشارك بعض في العميل. الطريقه الثانيه انا بعمل حاجه اسمها تطوير السوق. ايه تطوير السوق ده؟ ان انا ادور على مكان ما فيهوش الخدمه دي، وابتدي ان انا اعمله. ادور على مكان جديد زي ما الشبراوي ما عمل كده، ادور على العبور مثلا ما فيهاش فول وطعميه، فانا رحت افتح هناك فول وطعميه. انا كده بطور السوق. طب الفكره دي كويسه، هي احسن من الاختراق، ان انت بتدور على سوق فاضي، بس هي مش دايمه، لان شويه وهيجي ناس جنبك. يعني هي كويسه كبدايه، بتديك دفعه في البدايه، احسن من الاختراق شويه. الاختراق ده اللي هو مفيش فكره خالص. تطوير بقى المنتج اخر واحد، وهو الاقوى والاحسن. تطوير المنتج. ايه تطوير المنتج؟ ابو طارق، مين بيحب ابو طارق؟ او سيد حنفي. سيد حنفي هو اللي بداها. سيد حنفي لما بداها، تمام، هو بيبيع كشري عادي، زي لما جه يفتح عندنا في التجمع هو بيبيع كشري زي الباقي، بس عمل لنا هابي ميل كشري بتاعت الاطفال، كيدز ميل. حلو. فاي حد بقى عنده اطفال، بدل ما يطلب من كشري التحرير ولا ابو طارق، فبيقوم طالب من من سيد حنفي بالمره، ويجيب كيدز ميل للعيال بتوعه. تمام. هو عمل ايه؟ هو طور المنتج، فتح جنب الناس عادي، ما هموش، لكن انا بعمل حاجه ميزه زياده هخلي الناس تشتري مني.